السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله ونستعين به. النهاردة بإذن الله معانا فراخ وملوخية. زي ما حضرتكم شايفين كده، هنجيب فرخة 3 كيلو او 2.5 او اي فرخة حسب ما هتجيبيها. ده محلول التنظيف بتاعها. بنحطها في مية، وبعدين نحط عليها معلقتين طحينة ومعلقة ملح ليمون او معلقة ملح ونص ليمونة، ونغسلها ونسيبها 20 دقيقة في الملح وفي المحلول بتاعها عشان تشيل منها اي زفارة واي ريحة مش عاجباكي. هتلاقي الطحينة ديت نحت ريحتها ومحت الزفارة اللي فيها خالص، ومش هتحسي لها بريحة. هنعمل مع بعض الاول حبة رز بشعرية. نحط معلقتين كده ولا 3 معالق زيت حلوين كده. نحط حسب رغبتك. لو هتعملي نص كيلو رز بتحطي عليه كوباية شعرية، هتعملي كيلو رز بتحطي كوبايتين شعرية. نبدأ مع بعض بقى كده، نصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام، ونستغفر كده مع بعض. اللهم اغفر لي ذنبي اشرح صدري. معانا بقى جبنا الرز وغسلناه وحطيناه على الشعرية، ونقلب كده مع بعض. لازم الرز يشرب من الزيت علشان خاطر تطلع الرزاية مفلفلة، وكل رزاية كده ايه تتشرب من الدهون اللي انت حطاها، سواء زيت او سمنة. انا بعمل كوبايتين رز على كوباية شعرية. انت حابة تزودي تزودي، حابة تقللي تقللي، براحتك يا حبيبة قلبي. هنيجي بقى اجيب الكاتل بقى، بغلي المية وهحط الكمية بتاعة المية بالظبط. كوباية مية او كوباية ونص، او حسب عقلة الصبع بتاعك. يعني هي عقلة بالظبط ما بين المية والرز. عايزة تعمليها بمقدار كوباية، يبقى هتحطي كوباية ونص او كوبايتين حسب الكمية اللي انت بتحطيها. بس انا بحسبها دايما بعقلة الصابع، ما بين المية والرز عقلة صابع. وانا عايز حبة بزود، بتحطي معلقتين ملح زي ما انا حطيت كده ممسوحين. هنيجي بقى للملوخية الترند بتاعتنا، الملوخية الجبارة اللي هنعملها بأسهل طريقة ممكن تعمليها. ملوخية ال10 دقايق. وهنقول وداعا للمخرطة. الملوخية النهاردة بالهاند بلندر. ما تنسوش لايك وشير ومشاركة عشان يوصلكم منا كل جديد، والقناة تكبر بيكم وليكم. معانا النهاردة بإذن الله ربطة ملوخية خضرة أو حسب الكمية اللي انتي بتحبيها. هنقول النهاردة طريقة عمل الملوخية الخضراء على أصولها بطريقة سهلة ولذيذة. كملي معايا خطوة بخطوة يا أمرايا. نبدأ بسم الله. قطفنا الملوخية وغسلناها كويس من الأتربة والطينة وكل الحاجات اللي فيها. هنجيب كوبايتين شوربة أو حسب ما انت حابة، أو حسب كمية اللي انت بتعمليها. ولو انت حابة تعمليها خفيفة تقيلة وسط، هقولك على مقاديرها بالظبط. عاوزة الملوخية تقيلة 1.5 كوب شوربة، عاوزاها وسط 2 كوب زي ما انا بعملها، عايزاها خفيفة 2.5 كوب حسب رغبتك. هي الربطة يعني بتبقى نص كيلو او زيادة عن نص، تمام كده. وبعدين يا حبيبة قلبي بتعملي الشوربة وتسقطي فيها الورق بتاع الملوخية، وتغلي غلوتين 2 بس عشان تفضل خضرة. وتبقي حاطه لها مكعب مرقة دجاج، وتنزلي عليها كده بالهاند بلندر، وتفضلي تضربي فيها. وما يهمكيش الهاند بلندر، بنستخدمه على اي حاجة سخنة مفيش مشكلة خالص. تفضلي تضربي فيها لحد ما تديكي القوام اللي انت عايزاه. زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي، نفضل نضرب فيها لحد ما بنوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا عامة بحب الملوخية وسط، لا بحبها خفيفة ولا تقيلة. لو حابة تخزني الملوخية، ال3 كيلو ملوخية عليهم نص ليمونة و2 كوب شوربة او مية، وربع كيلو معلقة او ربع معلقة بيكربوناتو، تحطيهم على الشوربة وتضربيها. وبعد كده بتعبيها في اكياس وتحطيها في الفريزر وتشيليها.
جينا هنا جبنا في الطاسة 2 معلقة سمنة او زبدة زي ما تحبي، وانزلي عليهم بالثوم زي ما تحبي الكمية اللي انتي عاملاها، وعليها حبة كزبرة. انا بحط معلقتين كزبرة عشان احنا بنحب الثوم والكزبرة كتير فيها. حابة تقللي براحتك، بس الملوخية روحها الثوم والكزبرة، وانزلي عليها بالثوم والكزبرة. وبعدها تحمري التومة مصفر، يعني تبقى التومة مصفرة كده، متبقاش ايه محمرة، وتنزلي عليها بالملوخية. واحلى واسهل واسرع ملوخية تقدري تعمليها، وبألف هنا وشفا يا حبيبة قلبي. احلى ملوخية، ملوخية الترند ال10 دقايق. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، معانا التومة على النار، حاطين في الطاسة مكعبين زبدة زي ما قلنا، او مكعبين سمنة او اي دهن عندك اللي انتي بتحبيه وبتفضليه. وبننزل عليه كده بمعلقتين كزبرة ناشفة، تفضلي تقلبي فيها باستمرار علشان خاطر ما تحرقش معاكي من الجناب. نفضل نقلب فيها وايدينا تبقى في التومة باستمرار. اليومين دول يومين الملوخية، محدش يبطل يعمل ملوخية. هتعمليها في 3 دقايق يا ست الكل من غير ما تتعبي، بالهاند بلندر، بالخلاط، بالكبة، اللي متواجد عندك في البيت بتعملي بيه. التومة خلاص اصفرت زي ما احنا عايزين، هننزل عليها بالملوخية زي ما انتم شايفين كده. احلى مطة ملوخية معانا، ملوخية خضرة بلونها الاخضر الجميل. هتسيبيها كده تبرد وتدفي عليها، وما تغطيش الغطا بتاعها. ما بنغطيش الملوخية الخضرا عشان خاطر المطة بتاعتها ما تروحش منها. عملنا النهاردة رز بشعرية، وعملنا لسان عصفور، وعملنا بتنجان مخلل، وعملنا الفراخ، وشوينا معاها الفلفل والطماطم، بتديها نكهة جميلة للفراخ. وما منتظرون ان شاء الله فيديو جديد، وهنشوف مع بعض كده الرز بشعرية المفلفل والملوخية والبتنجان والفراخ. وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.